السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا راح اسوي لكم طريقة طرشي او مخلل الليمون. طبعا اسرقه مي، فقط مي اسرقه من ما اشوفه عندي جاي يستوي. بهاي الطريقة اشوفه كله جاي ينهري، وبعدين اطلعه ونقعه مي وملح وخل ابيض فقط. طبعا هنا اني طفيت عليه الطباخ، خليه بالمي الحار هذا يستوي زايد، يعني هيك يصير نفس هاي. نخلي هاي هيك باعوا. ايه شوفوا، عمود من نخليه له ملح يصير مالح شوية، يعني نضيف الملح يعني هو مستوي يشرب الملح بساع. فخليته بالمي الحار، فاكمل شغلي واجي يبرد عندي واغسله بالمي البارد ونقع مي وملح وخل ابيض. حبايبي طبعا انا خليت هنا مي وملح، وهذا الخل الابيض راح اضيفه سوياه على مود البكتيريا او التعفن. هذا الخل الابيض هسه اغسل الليمون مي بارد واجي اضيفه بهذا المي والملح. طبعا حبايبي هذا الليمون فورته، طبعا هذا راح مي بارد ابرده واكمل واخليه بالمي والملح والخل الابيض. حبايبي طبعا هذا مي الملح وخل ابيض خلطت سوا، بس بكمية الملح يكون يعني تصير هواية. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح اني انقع بالمي، يعني هو ما يطول، ثاني يوم اكلوا من يمه، لا يتملح هو لان السوى زايد. طبعا كملت هاي الكمية وخليتها كلها بهذا المي الملح والخل الابيض. هسه راح اضيف له فلفل حار وثوم شوية عندي، وهاي بالكيف بس ينطي طعم كلش طيب. هاي يبقى يومين او ثاني يوم راح يتملح، هو مستوي طبعا الليمون. وهاي طريقتي لتخليل الليمون. يلا يا حبايبي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. باي باي.